الا شريتي حوايج جداد ضروري انك تلقى تيكيتات بحال هادو في الداخل ديالهم، واجي نشرح لكم شنو تيعنيو في هاد الفيديو هذا. التيكيتات غادي تلقاو فيهم 5 ديال النواع ديال لي سيمبول اللي خصكم ضروري تكونوا عارفين، واللي عندهم علاقه بالتصبين ديال الحوايج، التنشاف ديالهم، التبييض، المصلوح، واخر حاجه هو النيطوياج بروفيسيونيل. داكشي علاش الا شفتوا هاد لي سيمبول في الحوايج اللي غتشريو فكونوا عارفين انهم تقدروا تصبنوا بما سخون، ودرجه الحراره القصوى تقدروا انكم تصبنوا بها فهي اللي تكون مكتوبه تما. اما الا شفتوا هاد السيمبول هذا فتعني انه خصكم تصبنوا الحوايج بيديكم وما ديروهمش في الماكينه. اما هاد السيمبول هذا فراه تعني انه ما خصكمش نهائيا تصبنوا داك الارتيكل، وغالبا تلقاوه في اليسار. هاد السيمبول تعني انه تقدروا تستعملوا جميع انواع المبيضات بما فيهم جافيل. اما الا شفتوا هذا فراه تقدروا تستعملوا جميع المبيضات من غير جافيل. اما الا شفتوا هذا فراه يعني انه ما خصكمش تستعملوا جميع انواع المبيضات، حيت تكون اكيد الا درتيهم راه غيخسروا لك حوايج. هذا تيسمح لكم باش انكم تنشفوا الحوايج ديالكم بالطريقه العاديه. اما هذا فراه تيقول لكم تقدروا تنشفوا حوايجكم ولكن غير ما تكونش درجه الحراره اللي هي عاليه. اما الا شفتوا هذا فراه تيقول لكم انترجي انكم تنشفوا حوايجكم، ومن الاحسن انكم غير تصبنوهم وتنشروهم كيف ما هما. اما هاد لي